السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يوصلك كل جديد. والنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض سمك مكاريل، اللي هو ان شاء الله في ناس برضو تقول عليه روسي. المهم معانا مكوناتنا. طبعا السمك احنا غسلناه ونضفته طبعا من جوه زي ما وريتكم، بقى ابيض زي الفل. ومعانا طماطم متقطعه سلايزات، ومعانا خضار شبت وبقدونس وكزبره، ومعانا طماطم متقطعه مكعبات صغيره، ومعانا الدقه انا بعمل بيها توم وفلفل وملح وكمون وشويه شطه وليمون، بس على كده ما بحطش خل. المهم هنعمل يلا التتبيله. جبنا الصينيه بتاعتنا الممتازه ورحنا حاطين فيها الطماطم وحاطين فيها الخضار، ونزلت عليها بنص التتبيله، والنص التاني نزلت عليه الطماطم زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط، اللي احنا قطعينها سلايزات. تمام. المهم قلب قلب قلب. هنحط بقى شويه زيت، هتشوفوا حاجه قسمتهم عشان خاطر هوريكم احنا هنعملها ازاي. وطبعا البصل بتاع الرز زي ما انتوا شايفين. حطينا زيت بقى ونقلب برده الزيت عليها كده كويس قوي. على فكره انا ما بحطش على السمك ده بصل خالص، مبقاش بحس ان طعمه مش بيديله نكهه كده ولا بيديله طعم خالص. المهم زي ما انتوا شايفين كده اديني بحشي السمكه. انا ما بحشيش السمك تواب ملح بس، اللي هي التتبيله بس. انا بحب احشي الطماطم المتقطعه ديت. بصوا انا عملت الطماطم المتقطعه مكعبات صغيره عشان خاطر لما احشيها في السمكه تدخل فيها. اما السلايزات بحطها على الوش فوق زي ما انتم شايفين كده. تمام. لما شلت النص اللي هو فيه الخضار، رحت حاطه حبه تحت وحبه في قلب السمكه وحبه فوق، ورحت مزينه بقى بالطماطم اللي احنا قطعناها سلايزات دي. وديت طبعا الدقه بتاعتها اللي كانت نازله في قلب الطماطم، طبعا عمرنا ما هنرميها، ده حلاوتها. طبعا لازم نزين بقيه الصينيه. حطينا قرنين الفلفل الخضر الجمال، وحطينا القشر بتاع الليمون اللي احنا عصرناه على الليمون. وده منظرها بعد ما طلع، وده منظرها بعد ما ناكلها. طبعا احلى حاجه الجرجير، وادي الرز وادي السمك. والف هنا وشفا لو جربت الوصفه، يا رب تعجبكم. مع الف سلامه.